وإذا لم تحلل كيفية خنقها لكافة اليوتوبيات الإنسانية في بوتقة ليبراليتها، فناهيك عن تمكن أكثر المدارس الفكرية ثقة بنفسها من الصراع ضد الرأسمالية، بل إنها لن تتخلص من التحول إلى خادم مطيع لها في أحسن الأحوال. ما من أحد حلل الرأسمال بشكل شامل بقدر ماركس، ونادرة هي الشخصيات التي تعمقت في موضوع الدولة والثورة بقدر لينين. ولكن يتضح للعيان اليوم أن التقاليد الماركسية اللينينية أهدت كما لا يستهان به من المواد والمعاني إلى الرأسمالية، حتى لو بدت مضادة جدا لها. وكثيرا ما نصادف أوضاعا ينم فيها التاريخ عن نتائج تفوق توقعات إرادتنا التي هي مجموع مختلف أشكال الوعي المتباينة. لا أوضح ذلك كقدر محتوم أو كعلاقة جدلية لا مفر منها، بل أستنبط منه نتيجة ضرورة التركيز بعمق أكبر على يوتوبيات الحرية. إذا لم نحلل الفرد والمجتمع اللذين تحرضهم الليبرالية، وإذا لم نوجه الإنسان إلى مساره الطبيعي، فلن تكون النتيجة أبعد من الموت الذي يتسبب به السرطان المجتمعي. سأسهب في شرح ذلك مطولا. أود الوصول إلى القول بأني لن أستطيع تحليل مصيري بشكل سليم ما لم أحلل الحداثة الرأسمالية، أي النظام الساحر المتستر وراء تلك السيدة ذات 70 سنة، ممثلة المفوضية الأوروبية التي تفضلت بي إلى سجن إمرالي. فمرحلة المؤامرة قد فبركت من بدايتها إلى نهايتها على يد إسرائيل وأمريكا والاتحاد الأوروبي بمعية روسيا الاتحادية المنهارة، في حين أن دور الحكومات السورية واليونانية والتركية في المؤامرة لا يذهب أبعد من تقديم الخدمات البيروقراطية من المرتبة الثانية. لقد ذكرت في فترة التحقيق أنه لا معنى للفرح باعتقالي. قلت ذلك علنا للمسؤولين الأتراك، أي لممثلي المؤسسات الأربعة الأساسية: استخبارات هيئة الأركان العامة، منظمة الاستخبارات القومية ميت، مديرية الأمن العام، والمخابرات العسكرية مخابرات الجندرمة. فاستغلال علاقة الصداقة باتباع أسلوب منحط وغدار وتهجمهم علي بعد رمي في الطائرة بمؤامرة فريدة من نوعها ليس بطراز شهم في الحرب. حتى هذه الحقيقة تعتبر مثالا ضاربا للنظر في الإشارة إلى ماهية الحداثة الرأسمالية وليبراليتها، والتي تعد شكل هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية. إنها النظام الذي لا يعرف حدودا للقمع والاستغلال. لست جاهلا لدولتية القومية التركية في نسق كفاحي، فقد أبديت الجرأة على مناهضتها حتى عندما كنت وحيدا وفي أضعف حالاتي، وكل شاهد على ذلك يدرك أني ناضلت بامتياز، ولا غرابة في ذلك، فما كان ساريا هو فرمان الموت بحق الكردياتية المنتصبة في الوسط. وحيال هذا الوضع كنت سأقاوم وأتشبث بإنسانيتي وكرامتي، أو سأنتهي متخبطا في عبودية مجهولة اللون والهوية. لا أناقش هذا الواقع هنا ولا أختاض منه، لكن النقطة الأساسية التي كنت أختاض منها هي العجز عن وضع حد للحماقة الفكرية الأيديولوجية بأي شكل من الأشكال. إننا أمام نظام يزعم أن ما يسمى بحقوق الإنسان يكاد لا تتسع له الأرض ولا السماء، بينما الحقيقة هي قيام حفنة من الناس بفرض الاستغلال والحرب على بني جلدتها، بل وعلى البشرية جمعاء، بنحو لا مثيل له في نظام أي من الكائنات الحية الأخرى، حتى إنها لا تكتفي بذلك، بل وتسمم البيئة بما على سطحها وما في باطنها، ومن ثم تمنحها للبشرية. كان المجتمع الذي ولدت فيه مشحونا بالمؤثرات الثقافية للقرية النيولاتية، والأساس في هذه الثقافة هو الصداقة الشفافة والنضال غير التعسفي. وقد ترعرعت بهذه العواطف، لكن وكأنه لا يكفي الإبقاء علينا متخلفين عن مواكبة السياقات الحضارية كافة، أو المعاناة من أشد تأثيرات المدنية سواء على شكل اغتراب قاس، بل وأن الانحصار بين فكي الدولة القومية المشبعة بقومية إثنية تشكل أقصى حدود الشوفينية التي وحدت الحداثة الرأسمالية مع التقاليد التعصبية الأشد صرامة. بات تسلطا ونفوذا أيديولوجيا معقدا يصعب تفكيكه، وبإضافة العنف المكشوف الذي يضع أصبعه على الزناد متأهبا في كل لحظة، يغدو الاسم الثاني للقدر المحتوم متجسدا في التحول إلى ما هو أشبه بمسمار مدكوك في الأرض حتى قبل الولادة.
لم يكن خروجي من حدود الجمهورية التركية حصيلة مقاومة باسلة باهرة، فالدافع وراء خروجي ذاك كان البحث عن ساحة حياة جديدة لحل القضية القومية التي تعلقنا بها بعدة تحليلات يسارية دغمائية. لم يكن هدف باكاكا في الشرق الأوسط يذهب أبعد من تحقيق بعض المنجزات بالاستفادة من ثغرات النظام القائم. مع ذلك فمساعيه وطموحاته في تطوير وتعزيز ذاته كقوة مناوئة للنظام القائم هي خاصية لا يمكن الاستخفاف بها على صعيد منطقة الشرق الأوسط. كان توجه باكاكا نحو الجبال وانتقاله إلى الكفاح المسلح الدائم يعد أمرا مهما جدا من حيث النتائج التي كان سيولدها، في حين أن هذا الوضع بالنسبة للكرد كان يعني المزيد من التسييس. فالانقطاع عن العناصر الكلاسيكية المتواطئة كان يمكن من إدراك الحرية كبديل بارز لأول مرة.